والله خطر لي سؤال. احيانا هيك بيجيني وانا عم بحضر مباريات، هل انا عم بحضر كأس افريقيا ولا عم بحضر كأس العالم؟ انا متابع كأس افريقيا من 2006 وصولا، لا حتى من 2004 بتونس وصولا ل 2024 او 23. اخر بطولة اصلا ما تبعتها تبع كوت ديفوار. هاي اول مرة بحياتي اشعر اني عم بحضر مباريات كأس عالم، مش كأس افريقيا. بدون مجاملة، جودة الملاعب، شكل الملاعب وجماليتها، الجمهور وخصوصا بالجولة الثانية. الجولة الأولى كان الجمهور أقل، الجولة الثانية يمكن بخصوص موضوع مش عارف، يعني صار في بعض القرارات اللي زادت الحضور الجماهيري، مش متأكد منها بصراحة، ولكن هذا المتداول. آه جودة اللعب، اللاعبين اللي موجودين، النجوم اللي موجودة اليوم بكل منتخب تقريبا، بكل منتخب في نجوم، في لعيبة بتعرفها. شيء ما شاء الله فعلا، يعني بخليك تحس انك عم تحضر كأس العالم. انا شاهدت مباراة كوت ديفوار والكاميرون مثلا، هاي ما كنت احضرها سابقا بكأس افريقيا، نادرا يعني لما تكون فاينل. شاهدت مباراة الكونغو والسنغال، شاهدت مباراة السنغال الاولى امام بوتسوانا، شاهدت مباراة بنين، وطبعا مباريات المنتخبات العربية كلها او معظمها، لانه في مباراة السودان راحت علي ومباراة جزر القمر راحت علي. آه شيء جميل، شيء فعلا جميل يعني، جميل جميل. ويطمئن انه المغرب قادر على استضافة كأس العالم 2030 بشكل ممتاز، ممتاز جدا. اكيد في مشاكل تنظيمية، هذا امر بيصير باي بطولة. انا غطيت كأس العالم بقطر 2022 30 يوم، كان تنظيم خيالي خرافي، ولكن كان في بعض الاشياء اللي الناس اشتكت منها، وهذا امر طبيعي، وكانت شغلات بسيطة جدا يعني لا تذكر حتى. فاليوم بالمغرب انا مش شايف في مشاكل كبيرة عم ينحكى عنها، وحتى المشاكل اللي انحكى عنها كانت مشاكل بسيطة يعني. فنجاح تنظيمي لحد الان لازم نعترف فيه للمغرب بدون مجاملة. لازم نعترف أن المغرب لحد الآن ناجح، وأتمنى إن شاء الله أن هذا النجاح يستمر ويوصل حتى